قبيصة مليحة، معلقة ديال الكوك، كاس إلا ربع ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، ياغورت طبيعي، بيضة، عندي 4 المعالق ديال السكر، 450 غرام ديال السميده رقيقه، وعندي ساشي ديال السكر فاني وخماره وحده. بسم الله. غندير قبيصه ديال الملح، بيضه، 4 المعالق ديال السميده، عندي هاد المعلقه ديال الكوك التنسيم، تقدروا ديروا اي منسمات بغيتو. عندي هنايا ساشي ديال الفاني، سكر الفاني، كاس إلا ربع ديال الزيت، عندي 4 كاس تقريبا ديال الحليب، وعندي ياغورت طبيعي غادي نضيفو هنايا، غنضرب هاد المكونات ونرجع عندكم. بعد ما خلطت الخليط مزيان غادي نخبيه هنايا في هاد الاناء، نزيد هنا السميده ونخلط. السميده ما كنطحنوهاش لان الحريشات ما كيبغيو يبقاو مسمدين، وغادي نخلط المكونات حتى تنسجم ليا كلشي ونعاود نرجع عندكم. هنا جاتني شويه ناشفه، غادي نضيف شويه ديال الحليب، بس ما خصهاش تكون مجموعه بزاف، ونخلط. ونضيف الساشي ديال، نزيد هاد الحليب ونضيف الساشي ديال الخميره، ونخلط. ونرجع لك الساعه. هذا هو القوام ديالها، كتكون بحال هكا. نخليها ترتاح شويه على ما نوجد الطاوه ديال الفران. كنعصادر على الصداع، نتوما عارفين الاحياء الشعبيه. ناخذ كميه، نحاول نجمعها في يدي، ندوزها في السميده الغليظه باش تاخد ليا شكل. وهذا كندوزها في الصفايه هادي وكنبقى نحرك بحال هكا، كنحرك وكنحطها في الطاوه. انا عندي هاد الطاوه ما كتلصقش، كنبرك عليها شي شويه هكا ونخليها. نعاود ناخذ واحده اخرى بنفس الشكل، نديرها هكا، كندوزها في السميده وكنعاود ندوزها في هاد الصفايه هادي باش كتاخد ليا الشكل. وكنعاود نحطها هنايا، كنغمسها شويه. هذا غادي نستمر حتى نكمل الكميه ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. عدي بيناتهم حيت مازال غيتنفخوا في الفران، ضروري ديري واحد المسافه بيناتهم حيت مازال غادي يتنفخوا في الفران.
خليهم يطيبو بكل العافية من الفوق حتى يتشقو ويبداو يتحمرو ونطلعوهم يطيبو من التحت. وهذه هي النتيجة النهائية، كيجيو مفشفشين لذاذ رائعين، جربوهم واستمتعوا بهم. شكرا على المشاهدة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.